السلام عليكم. اليوم جيت نوجد معاكم سلطة روز اللي طيبتها اليوم على طريقتي بمكونات واحد لاصوص تخليها تجي ياسر بنينة. في الوصفة هذه انا عندي كمية تاع روز اللي كنت غليته ديجا في الماء والملح، طيبته مليح ما تخليوهش يعني مقمح، طيبته مليح وشللته بالماء. ولهنا عندي زيتون اخضر مقطع رود، كاشير حار قطعته، وجلبانه فورتها هي والزروديه فورتهم وقطعتهم. زروديه قطعتها قطع صغيره. ولا صوص لهنا عندي فنجان تاع زيت زيتونه وشويه ملح وشويه فلفل اكحل. من بعد نزيد له المكونات الاخرين تاع لاصوص. لهنا حطيت نص فنجان تاع خل، وزدت معاه صوص فينيغر هذه اللي تتباع واجده تجي فيها كل شيء، هذه متبله بالثوم، ريحتها وطعمتها تهبل. ولهنا انا شريت هذه لا مايونيز، حطيت تقريبا نصها. يعني كتروا من المايونيز باسكو المايونيز هو اللي يخليها تجي بنينه. حطيت هاك كونتيتي تاع مايونيز كيما تشوفوا تقريبا، يعني حطيتها كامله اي صغيره هذه. خلطهم مليح عقد ما تجي لاصوص عاقده، عقد ما تجي سلطه بنينه. لهنا حطيت المكونات مع بعضهم. لهنا عندي طرف تاع فرماج بلون وطرف تاع كامونبير قطعتهم قطع صغيره. لهنا بعد ما نحرك المكونات مليح نخلطهم هكاكا بلا لاصوص، باه نحط الفرماج من الفوق وما نحركش حتى نحط له لاصوص باه يتبل الفرماج باللاصوص. من بعد كي نحرك ما يلصقش في بعضه. وعندي بطاطا طون زيت ما فيهاش زيت ياسر، حطيتها كامله. كاين اللي نحيو لها الزيت، انا حطيتها بها بالزيت ما فيهاش زيت ياسر. وحطيت هذيك لاصوص تاعي اللي وجدتها، ريحتها تشاهي. تحبوا تزيدوا مكونات، تزيدوا مسطوره ولا بطاطا قطع صغيره مفوره كما تحبوا، ولا لاصوص تحبوا تزيدوا لها الثوم. انا شفتها في الصوص فينيغر هذيك الواجده الثوم مخدومه بالثوم وريحه الثوم، ما حبيتش نحط الثوم اخضر باه ما تجينيش الريحه تاعو يعني قاويه في السلطه وطعمته. حركتهم مليح وكما تشوفوا لهنا وجدتهم في صحن التقديم. قلت لكم لهنا كما تشوفوا وجدتهم في صحن التقديم هكا. شرشمت العظام قطعتها زينت بالعظام، وطروفه تاع طماطم، الزيتون اكحل، جات طعمتها تهبل. ان شاء الله تعجبكم الطريقه والتزيين. وفرصه اخرى ان شاء الله مع فيديو اخر. ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتير وابونيو لي في القناه، فعلوا الجرس باه يجيكم كل فيديو جديد. وغدوه ان شاء الله راح نبدا نهبط الكاطو. وصحة فطوركم وشكرا.